العبارة بتغرق يا قبطان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي كانت آخر كلمات ضحايا عبارة السلام 98 تايتانيك العرب في القرن ال21. عشان كده سر النهاردة مش سر حكاية، سر النهاردة سر كارثة من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ مصر الحديث. يلا نسمي الله وندخل نشوف تفاصيل غرق عبارة السلام 98. مصر كلها صحيت يوم الجمعة 3 فبراير 2006 على خبر غرق عبارة السلام 98 المملوكة لممدوح إسماعيل والتابعة لشركة السلام للنقل البحري، وكان في تضارب في عدد الركاب اللي كان موجود على العبارة. قناة النيل للأخبار قالت إن العبارة كان عليها 1415 راكب، منهم 1310 من المصريين، معظمهم اللي راجع من أجازة واللي راجع من الحج، ده غير طقم الملاحة اللي كان حوالي 114 راكب، وعدد العربيات اللي كانت على العبارة اللي وصلت ل 220 عربية. تعالوا بقى في الأول نتعرف كده على تاريخ السفينة. السفينة اتبنت تقريبا سنة 1969 أو 1970، واللي بنتها شركة إيطالية متخصصة في صناعة السفن الكبيرة، وكانت في البداية بتستعمل في الرحلات المحلية البحرية جوه إيطاليا، وبتشيل يدوب حوالي 500 راكب و200 عربية. بس السفينة اتطورت سنة 91 عشان تستوعب عدد أكبر من الركاب لحد ما وصلت ل 1300 راكب و320 عربية، وشركة السلام اشترتها سنة 1998 وسمتها السلام بوكاشيو 98، وبدأت تشتغل في مصر سنة 1999. ممدوح إسماعيل لما اشتراها السفينة حرفيا كانت خردة ومتهالكة وغير صالحة للإبحار، عمل عليها شوية تعديلات وبنى 3 أدوار جديدة ودخل شوية كباين، وده طبعا كله مخالف للمواصفات الفنية المطلوبة. هتقولوا لي وده كله يغرق ازاي؟ تعالوا بقى واحدة واحدة احكي لكم العبارة غرقت ازاي. العبارة طلعت من مينا ضبا في السعودية رايحة على سفاجة في البحر الأحمر. الكلام ده كان يوم الخميس 2 فبراير تقريبا كانت 9 إلا 10، وبعد ساعة واحدة من طلوع العبارة كانت والعة، وده حسب التقارير الأولية وشهادة الناس اللي نجت، اللي قالت إن سبب غرق العبارة حريقة كبيرة. بس سبب الحريقة ايه؟ حتى ده في تضارب في الأقوال. ناس قالت ان الحريقة في غرفة المحرك وانتشرت بسرعة مش طبيعية، وناس تاني تقول ان الحريقة حصلت في الجراج اللي كان مليان عربيات، والسواقين وهم قاعدين بيعملوا دور شاي على بوتاجاز صغير النار ولعت في جيركن سولار، فالنار مسكت في العربيات كلها اللي في الجراج. ريحة الدخان قلبت الدنيا، والركاب حست ان في حاجة مش طبيعية فطلعوا يجروا على سطح العبارة. ومن اللحظة دي هتبدأ المفاجآت اللي كل مفاجأة فيها هتقول ان احنا فعلا قدام جريمة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أول حاجة طقم العبارة فكر فيها إنه إزاي يطفي الحريقة، فبدأ يدور على طفايات الحريق اللي لقاها منتهية الصلاحية، يعني ألف به سلامة كل سنة وانت طيب، ودي كانت المفاجأة الأولى. فبدأوا يستخدموا جهاز الإطفاء المائي اللي هو بالبلدي كده مضخات تسحب مية البحر بالخراطيم وتطفي بيها الحريقة جوه السفينة، وفعلا الحريقة اتطفت والحمد لله. المية بقى اللي ملت السفينة دي هنعمل فيها ايه؟ يا جماعة ما هي مش محتاجة نباهة، ما البلاعات اللي موجودة هتصرف المية. ويجي الدور على المفاجأة التانية، بلاعات الجراج مسدودة. ولا نزعل نفسنا، ما هي في مضخات تنشف السفينة وتطرد المية من جواها. خد المفاجأة التالتة بقى، المضخات دي عطلانة، وده كان واضح جدا في تسجيل الصوت بتاع طاقم السفينة في غرفة القيادة. تخيلوا انتوا بقى السيناريو اللي ممكن يحصل في وضع زي ده. طبعا المية اللي دخلت عملت اختلال في توازن السفينة، لانها اتجمعت كلها في جنب واحد اللي هو الجنب اليمين. وقتها مينا ضبا كان على بعد ساعة وسفاجة على بعد 7 ساعات، فالعقل يقول ايه؟ العقل يقول نرجع على ضبا. ناس فعلا من اللي نجوا قالوا ان القبطان دور اتجاه السفينة على ضبا، بس لما الحريقة اتطفت رجع تاني على سفاجة. واتقال كمان ان لما حصل الحريق القبطان فعلا كلم المسؤولين في الشركة
الشركه وقال لهم انه قرر يرجع على ضبا، بس جه الرد بالرفض التام. طب وليه يا جماعه وارواح الناس؟ قالوا له ما هو ده هيبقى اداه ضد الشركه، عشان عبارة السلام 95 لسه غرقانه في 17 اكتوبر 2005 في قناه السويس. وطلع طقم العباره يطمن الركاب وكملوا على سفاجه وفضلوا كده شويه، وفجاه ظهر دخان تاني، بس الحريقه المره دي اكبر بكتير وقضت على الجراج كله، وازاز العباره بدا يتكسر. طلعوا الركاب تاني على سطح العباره، بس المره دي بداوا يلبسوا سترات النجاه، وفي ناس تاني من الركاب نزلت مع طقم العباره يحاولوا يطفوا الحريقه برشاشات الميه، بس من غير اي فايده، والنتيجه ان الميه اتضاعفت اكتر ووصل ارتفاعها لمتر كامل من مساحه الجراج اللي كان تقريبا 1000 متر مربع. والبلاعات ايه؟ البلاعات مسدوده، فبدات السفينه تميل اكتر على جنبها اليمين، وده كان مؤشر خطير خلى مساعد القبطان يتاكد ان السفينه فعلا بتغرق. فالقبطان شاف انه لازم ينقل الركاب من اليمين للشمال في العباره عشان يحاول يعمل توازن، بس للاسف الخطه دي ما نجحتش، لان العربيات كلها كانت مايله في الجنب اللي العباره اساسا كانت مايله فيه جهة اليمين. وفي اللحظة دي الركاب ما قدامهمش غير خيار من اتنين، يا يموتوا غرقانين يا يموتوا محروقين. طب اتعرف ازاي بقى ان العبارة بتغرق؟ بعد 4 ساعات من خروج العبارة من مينا ضبا، حوالي الساعة 1:30 2 صباحا من يوم الجمعة 3 فبراير، وعلى بعد 57 ميل من الغردقة وفي نص الطريق تقريبا، بدأت السفينة تنزل بالتدريج في المية بعد ما النار فضلت قايدة فيها 4 ساعات، والسفينة بركابها غرقت في دقيقتين 2. كل ده وسط صريخ الركاب اللي مش عارفة تلاحق على الموج العالي، ولا الضلمة الكحل، ولا البرد اللي بينخر في جسمهم، ولا شبح الموت اللي قدامهم. ده احنا في شهر 2 يا جماعة. طب حد يلحقهم؟ طب القبطان يعمل حاجة؟ بالمناسبة احنا لسه ما جبناش سيرته خالص، اللي هي حاجة كده في منتهى الندالة. قبطان العبارة اسمه سيد عمر، بدأ يبقى حواليه علامات استفهام كتيرة جدا، زي مثلا انه معرفش يعيد توازن العبارة، ولا بعت اشارات استغاثة، ولا امر بنزول قوارب النجاة. والاكتر من ده كله ان قبل غرق العبارة نط في قارب من قوارب النجاة هو ومجموعة من المساعدين بتوعه، وساب العبارة بركابها، ومن ساعتها اختفى تماما وبقى في اعداد المفقودين. هروب القبطان بالندالة دي أثر على مسار القضية، وبدأ يبقى في شك إن الحادثة دي مدبرة، وإن الموضوع مش مجرد حريقة وقضاء وقدر ولا حاجة. فبدأت الشبهات حوالين ممدوح إسماعيل صاحب العبارة، وإنه تعمد يغرقها عشان ياخد مبلغ التأمين الكبير بتاع السفينة. وده يرجعنا للسبب اللي خلى المسؤولين في الشركة ما يوافقوش على رجوع القبطان مينا ضبا، وفضل مكمل بالسفينة عادي وهي ماشية على جنبها. متهيألي كده الصورة وضحت. ومحامي الضحايا محمد عبد الوهاب أكد إن الحادث مدبر، أصلها مش السابقة الأولى لشركة السلام، ما هو غرق لها قبل كده عبارة السلام 90 و92 و95. الناس اللي مركزة بقى هتقولي لما مفيش إشارات استغاثة اتبعتت، امال اتعرف ازاي إنها غرقت؟ لما السفينة غرقت جهاز الاستغاثة الآلي انفصل عن العبارة، وهو في الأساس جهاز بينفصل تلقائي لما بيحصل غرق، وبيبعت إشارات استغاثة برقم خاص للسفينة. وفعلا ده اللي حصل، الجهاز بعت إشارات لمركز تلقي إشارات الاستغاثة في اسكتلندا. الكلام ده كان حوالي 11:58 دقيقة بالليل، وركزوا قوي في الوقت، ودي كانت إشارات استغاثة أوتوماتيكية من السفينة، وظهر في الإشارات إنها جاية من سفينة بنمية الجنسية باسم السلام بوكاشيو 98، وتحدد المكان اللي السفينة غرقت فيه، واتبعتت الإشارة دي لجهاز تلقي الإشارات الفرنسي، واللي نقلها لجهاز الإغاثة في الجزائر، ومنها بعت الإشارة دي لجهاز الإغاثة في مصر التابع لمركز البحث والإنقاذ المصري. في الوقت بقى اللي العبارة بتغرق فيه كان في عبارة تانية اسمها سانت كاترين تابعة لنفس الشركة بقيادة القبطان صلاح جمعة، وطالعة من سفاجة ورايحة على ضبا، يعني على نفس الخط الملاحي اللي السلام 98 ماشية عليه. فبعد ما اتقطع الاتصال بالعبارة، سلطات مينا سفاجة ومكتب الشرطة هناك طلبوا من صلاح جمعة يشوف لهم أخبار عبارة السلام 98 إيه. ولما قرب من مكان الحادثة كان تقريبا الساعة 6 صباحا، يعني من الساعة 12 من ساعة الاستغاثة لحد الساعة 6 الصبح ما حدش هوب ناحية العبارة. يعني اللي ما ماتش من الغرق يا مات من البرد يا مات من الرعب من القروش اللي موجودة حواليه. المهم رد عليه الضابط الثالث في العبارة وقال له إنه بيكلمه من فوق قارب من قوارب النجاة،
الحياه، وان العباره غرقت تماما تقريبا الساعه 2 بالليل. فيعمل ايه بقى القبطان؟ اتصل بالتليفون الدولي بمكتب الشركه في القاهره وسفاجه وقال لهم على الحادثه، وبلغ كمان مينا ضبا السعودي، وبعت اشارات استغاثه لكل السفن الموجوده في المنطقه، وكمل رحلته لمينا ضبا عادي جدا من غير ما يقرب من مكان غرق العباره عشان يساعد ركابها. وفي التحقيقات قال ان مبرره انه مش عايز يخاطر بسبب سوء الاحوال الجويه في اليوم ده، مع ان تقرير الاحوال الجويه قال ان الطقس ملائم جدا للملاح، وزود الطينه بله، وقال كمان انه ما قربش ناحيه السفينه مراعاه للحاله النفسيه لركاب سفينته. احنا كده وصلنا ليفل الوحش في الندالة. بعد 6 ساعات تقريبا اتحرك ممدوح اسماعيل وابنه اللي كان النائب بتاعه في الشركه، واتصلوا بهيئه مواني البحر الاحمر يطلبوا عمليات البحث والانقاذ. لسه بعد 6 ساعات بيطلبوا البحث والانقاذ، وده اللي اكدته السلطات المصريه ان ما وصلهاش اي اخبار من الشركه المالكه ان في مشكله في استلام 98 الا بعد 6 ساعات من استغاثه العبار. المهم ان بدات تطلع طيارات وسفن انقاذ تابعه للقوات البحريه في سفاجه، وبدا انتشال الناس اللي نجت بعد عصر يوم الجمعه 3 فبراير، وبدأ يشارك في عمليات الإنقاذ سفن ولانشات سعودية وبنمية وسودانية وبلغارية، وبدأت تجيلنا مساعدات من كل حتة، لدرجة إن كان في سفينة بريطانية حربية غيرت مسارها مخصوص عشان تساعد في عمليات الإنقاذ. ما بيفكركوش بحاجة الموقف ده؟ بيصعب على الواحد قوي إن اللي منك يديك ظهره والغريب هو اللي يمديلك إيده. أهو ده بقى ولا اتحجج بالجو ولا قالك الحالة النفسية. والمفاجأة بقى إن قبطان بنغالي أنقذ 33 راكب، وقوات الإنقاذ السعودية أنقذوا 33 سعودي و114 مصري، ودوهم كلهم على السعودية ب20 طيارة مروحية عشان يتعالجوا هناك. المهم وصل عدد الناس اللي نجت من العبارة 387، منهم 342 مصري، ووصل عدد الجثث ل 321 جثة، وبقى 704 راكب وأفراد طقم العبارة كلها في إعداد المفقودين. وفي وسط كل ده فرق البحث والإنقاذ تلاقي الصندوق الأسود للعبارة، ويسمعوا حوار طقم السفينة قبل غرق العبارة بلحظات قليلة، واللي كان باين فيه حيرة القبطان والمساعدين بتوعه في إنقاذ العبارة. السلطات المصرية عملت مقبرة جماعية وسمتها مقابر الجثث المجهولة، واتدفن فيها حوالي 147 جثة للضحايا والأشلاء اللي أهاليهم ما تعرفتش عليهم، وده بسبب إن الجثث فضلت في المية فترة طويلة، ورغم اعتراض أهالي الضحايا ومطالبتهم بإجراء تحاليل DNA، لكن لا حياة لمن تنادي. المهم بقى حق الناس اللي ماتت دي هيحصل فيه إيه، والتحقيقات وصلت لإيه؟ محامي الضحايا اكد اصلا ان العباره مش مؤهله لنقل الركاب. امال ايه يا جدعان؟ قال لك اساسا هي معموله عشان تنقل مواشي، واتعمل عليها شويه تعديلات عشان تنقل المسافرين، وطبعا كل ده من غير رقابه. فطلع متحدث باسم الشركه يقول لك لا، السفينه واخده تصريح تشتغل لحد 2010 وملتزمه بكل قواعد السلامه، عشان نكتشف بعد كده ان صلاحيه السفينه اللي كانت شغاله 10 سنين انتهت اصلا ومعرضه لكل احتمالات الخطر. والمحامي كمان قال ان هيئه رينا اللي هي هيئه الاشراف الايطاليه لما ادت شهاده السلامه ما انتبهتش للقيد اللي ادته الحكومه البنميه للشهاده دي، واللي كان مكتوب عليه ان عباره السلام ما ينفعش تبحر اكتر من 20 ميل بمحاذاه الساحل. طبعا الاهمال الشديد والاستهتار بارواح الركاب باين جدا، من اول ان السفينه كانت رافعه علم بنما عشان تستفاد من الشروط المخففه للدوله دي بدل الشروط المشدده اللي بتفرضها السلطات المصريه على اسطولها البحري. ده غير ان قوارب النجاه مش صالحه للاستخدام اصلا، وشهادات صلاحيتها مزوره. القوارب دي في الاساس مفروض لما بتحصل كارثه بتتفتح ويبقى جواها شنطه فيها جهاز لاسلكي ومسدس بطلقات صوت وقنبله ضوئيه وكمان ميه تكفي 3 ايام، والقارب الواحد بياخد من 20 ل 30 راكب. القوارب دي بقى في العباره موجوده كده بشكل سوري، واللي اكد الكلام ده خبير الانقاذ البحري اللواء محمود سامي. قال لك المركب اساسا مش امن، عشان قبل ابحار اي سفينه لازم يتكشف على سلامتها ونتاكد ان السترات وقوارب النجاه موجوده بالاعداد اللي تكون مناسبه مع عدد الركاب، ويبقى في كمان ارشادات ازاي نستخدم القوارب دي. وطبعا ولا حاجه من دي حصلت. بس موضوع القوارب ده بقى قصه لوحده. انتوا عارفين عدد
القوارب كان كام على العبارة؟ السفينة كان عليها 15 قارب أول عن آخر. طب انتوا فاكرين عدد الركاب كان كام؟ عدد الركاب كان 1415 راكب. وقال لك كمان مفروض يبقى في مواد تساعد على العيشة لمدة أسبوعين، وطبعا ولا حاجة من دي موجودة. الأعمار بيد الله، بس يمكن لو كان في تنظيم ما كانش حد مات أصلا. حتى طفايات الحريق فاسدة، ناهيك عن إن المسؤولين أصلا ما دربوش الركاب على استخدام وسائل الإنقاذ، وده اللي أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق. بس ثانية واحدة يا جماعة، يدربوهم على إيه؟ مش لما يبقى في وسائل إنقاذ يبقوا يدربوهم عليها أصلا؟ ده حتى تعليمات السلامة اللي كلفوا خاطرهم وكتبوها مكتوبة بالإنجليزي والفرنساوي والإيطالي، وأغلب الركاب ناس بسطة وما يعرفوش لغات. يعني حتى لو محدش دربهم وأي واحد فيهم حب يقرأ حاجة مش هيعرف. ده غير بلعات الجراج المسدودة اللي خلت العبارة تميل، والجراج أصلا كان مليان زيت وشحم ومواد بترولية مشتريينها من السعودية عشان فرق السعر بينها وبين مصر، وده أصلا اللي ساعد إن تحصل حريقة. طب إيه يا جماعة، محدش هيتحاسب بقى في الليلة دي؟ بعد أيام قليلة من غرق العبارة هرب ممدوح إسماعيل وابنه على لندن قبل قرار النائب العام بمنعه من السفر. وعارف إن بريطانيا هي الدولة اللي مش ماضية على اتفاقية تسليم المتهمين المطلوبين مع مصر. واللي ما يعرفش مين هو ممدوح إسماعيل تعالوا نعرفكم عليه. إسماعيل ما كانش شخص عادي، كان قوة كبيرة بتسيطر ويتفتح قدامها كل الطرق. عضو مجلس شورى سابق بالتعيين، وتهيأت له الظروف انه يبقى امبراطور البحر الاحمر، لدرجه ان شركته بقت محتكره خط النقل البحري في البحر الاحمر كله. وفي سنه 97 اتعين عضو بمجلس اداره هيئه مواني البحر الاحمر، وبدات شركه السلام للاستثمار البحري اللي هي شركته تكوش على مزايا غيرها ما بياخدهاش. وده طبعا غير المخالفات في تصاريح السير والتفتيش على عبارات شركته. والموضوع ما وقفش عند المخالفات وبس، اسطول ممدوح إسماعيل خط أحمر وما بيتعرضش للمراجعة، ولو حصل تبقى بشكل سوري. نرجع بقى لموضوعنا. بعد شهور من الحادثة اتصرفت تعويضات لأهالي الضحايا، 300,000 جنيه للمتوفي و50,000 جنيه للناجي. لكن الأهالي ما سكتتش على كده، وبدأوا يرفعوا قضايا ضد ممدوح إسماعيل وناس تانية في شركته، وتحولت القضية لقضية رأي عام بعد ما كان عليها 1400 راكب وغرق منهم 1000 شخص. وبعد التحقيقات وجهت النيابة العامة الاتهام المباشر لممدوح إسماعيل وابنه بصفته نائب الشركة، وممدوح عبد القادر عرابي مدير الاسطول البحري، ونبيل السيد شلبي مدير فرع الشركه في سفاجه، باعتبارهم مسؤولين مسؤوليه مباشره عن العباره. ده غير صلاح جمعه قبطان عباره سانت كاترين اللي رفض اصلا انه يساعد الركاب. وتحولت القضيه لمحكمه جناح سفاجه، وبقت جنحه مع ان المفروض تبقى جنايه اللي بتوصل لعقوبه فيها للاعدام. وفضلت القضيه في المحكمه سنتين على مدار 21 جلسه عشان تيجي الصدمه ويتحكم في 27 يوليو 2008 في جلسة مدتها 15 دقيقة بس ببراءة كل المتهمين، وأولهم ممدوح إسماعيل صاحب العبارة وابنه اللي هم أصلا هربانين. ده غير 4 أشخاص تانيين انتهت الدعوة القضائية ضدهم أصلا بسبب الوفاة. أمال مين يا جماعة اللي تعاقب؟ المحكمة حكمت بحبس صلاح جمعة قبطان عبارة سانت كاترين بحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10,000 جنيه عشان ما ساعدش السلام 98. يعني نسيب اللي ذبح ونمسك اللي سلخ. وبعد الاطلاع على مواد الاتهام حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم صلاح الدين السيد جمعة عن التهمة الثالثة بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 10,000 جنيه لإيقاف التنفيذ، والزمته بالمصروفات الجنائية، وبراءته من التهمتين الأولى والثانية. والمتهمين ممدوح إسماعيل محمد علي، عمرو ممدوح إسماعيل محمد علي، محمد عماد الدين أبو طالب، ممدوح محمد عبد القادر عرابي، نبيل السيد إبراهيم شلبي ببراءته مما أسند إليهم، وبحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. رفعت الجلسة. أهالي الضحايا ما صدقوش نفسهم وبعتوا جوابات للنائب العام اللي كان وقتها المستشار عبد المجيد محمود يطلبوا منه إعادة فتح القضية، وفعلا وافق واتفتحت القضية تاني وتحولت المرة دي لمحكمة استئناف جنايات سفاجة. وفي 2009 اتحكم على ممدوح إسماعيل غيابي بالسجن 7 سنين مع الشغل والنفاذ، وعلى ممدوح عبد القادر ونبيل السيد بالسجن 3 سنين بتهمة التقاعس والإهمال والقتل الخطأ. وتأيد الحكم الصادر ضد صلاح جمعة وبراءة عمر ممدوح إسماعيل. بالنسبة للمتهمين ممدوح إسماعيل محمد علي وممدوح محمد عبد القادر عرابي ونبيل السيد إبراهيم شلبي، وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم ممدوح إسماعيل محمد علي
لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. ورغم إدانة ممدوح إسماعيل والحكم عليه، لكن ما قضاش يوم واحد في السجن. وفي 2014 وافق النائب العام على انقضاء الدعوة الجنائية للقضية بمضي المدة بعد ما عدى عليها أكتر من 5 سنين. وفي 2020 يعني بعد 14 سنة أقرت المحكمة الأوروبية العليا بحق قرايب ضحايا العبارة في مقاضاة الشركة الإيطالية ومطالبتها بتعويضات، باعتبار أن العبارة إيطالية الصنع وأصلا كانت غير صالحة للإبحار. في النهاية عايزة أقول أن صاحب الحق لازم يفضل وراه، وان الانسان ما عليهوش غير السعي، والنتيجه دي بتاعت ربنا. بس لو اتهزمنا وما خدناش حقنا في محكمه الدنيا، اكيد هننتصر في محكمه الاخره، هي بس اللي لا هينفع فيها تزييف ولا مرافعات ولا هروب. وبكده خلصت حلقتنا، استنونا في حلقه جديده وسر جديد من سر الحكايه. بصراحة محمد أنا نفسيتي تعبت جدا من الحلقة دي. تخيل يا أخي وأنا بحضر السكريبت ده كله ولا بني آدم اتحكم عليه، كله اللي هرب واللي حصلت وفاة فهم محكوم عليهم كده كده ميتين، فالدنيا بايظة. أنا بجد يعني من أصعب السكريبتات اللي أنا كتبتها واللي أنا تأثرت بيها قوي. هعيط بجد. شكرا.